في كل لحظة جوه أجسامنا بتحصل عمليات معقدة عشان تحافظ على حياتنا، ومن بين العمليات دي في قائد خفي بينظم واحد من أهم مواردنا على الإطلاق. النهاردة هنكشف سر القائد ده، هرمون الإريثروبويتين أو اللي بنعرفه باسم الإيبو. يا ترى إيه اللي بيحصل لما الجسم بيحتاج دم أكتر؟ يعني مثلا لما حد بيطلع مكان عالي جدا أو بيتعرض لإصابة. إيه هو الأمر السري اللي بيخلي الجسم ينتج خلايا دم حمراء أكتر؟ الإجابة كلها موجودة في هرمون واحد مدهش. ده التعريف العلمي. الإريثروبويتين هو ببساطة الرسول الكيميائي اللي بيدي إشارة البدء لإنتاج خلايا الدم الحمراء اللي هي ناقلات الأكسجين في دمنا. بس القصة مش بالبساطة دي أبداً، دي أعمق من كده بكتير. طيب، إذن إيه هو بالظبط المنظم الرئيسي ده؟ عشان نفهم قوة الإيبو الحقيقية لازم نعرف هو بيجي منين وإزاي بيوصل أوامره الحاسمة دي. خلونا نفكر في الإيبو مش بس كأنه زرار بدء التشغيل، لا، هو أشبه بمدير عمليات متكامل، مش بس بيأمر بالإنتاج، لا ده كمان بيحمي الخلايا الجديدة ويشرف على نموها. والغريب إن مركز التحكم ده بيختلف مع العمر. عند الأجنة الكبد هو اللي ماسك الموضوع، وبعدين الكلى هي اللي بتستلم المهمة دي عند البالغين. وكل المنظومة الذكية دي بتشتغل بإشارة واحدة بسيطة: نقص الأكسجين. دلوقتي ممكن حد يفكر إن الجزء البروتيني في الهرمون ده هو المهم، بس هنا بقى المفاجأة. سر فعالية الإيبو الحقيقية موجود في حاجة تانية خالص، حاجة ممكن نسميها الغلاف السكري بتاعه. شوفوا التركيبة دي، 40% من كتلة الإيبو أصلاً مش بروتين، دي كربوهيدرات. والغلاف السكري ده مش مجرد شكل جمالي، لا، ده جزء أساسي من هويته وقوته. العملية دي اسمها الغلكزة، وهي دي اللي بتدي الهرمون ثباته وقدرته إنه يفضل شغال في الجسم مدة أطول، بتحميه من إنه يتكسر بسرعة. من غير الغلاف ده الهرمون بيبقى ضعيف جدا ومفهوش أي فاعلية تقريبا. والرقم ده بيلخص كل حاجة. من غير الغلاف السكري الإيبو بيفضل عنده 10% بس من نشاطه. تخيلوا معايا إن كفاءة أهم مدير في مصنع تقل فجأة بنسبة 90%. ده بيورينا قد إيه الغلاف ده مصيري. والموضوع كمان مش بالبساطة دي، ده في نوعين أساسيين من الغلاف ده. النوع الأول اللي هو من النوع N، ده الأهم عشان الثبات والنشاط. والنوع التاني من النوع O بيضيف طبقة تانية من التنظيم. الاتنين مع بعض ضروريين عشان الإيبو يقوم بشغله على أكمل وجه. تمام، دلوقتي احنا فهمنا الإريترو ده إيه وتركيبه مهم إزاي. خلونا بقى نشوف إزاي الهرمون ده بيوصل رسالته لنخاع العظم. العملية دقيقة جدا، شبه سلسلة من أحجار الدومينو اللي بتقع ورا بعضها. ممكن نتخيلها كأنها سباق تتابع جزيئي. أول ما الإيبو بيرتبط بالمستقبل بتاعه كأنه بيسلم العصاية لأول متسابق اللي هو بروتين اسمه جاك 2، وده بدوره بينشط المتسابق اللي بعده ستات 5 اللي بياخد الرسالة النهائية ويجري بيها على خط النهاية اللي هو نواة الخلية، وهناك بيصدر الأمر الرسمي ببدء الإنتاج. والقصة مش بتخلص هنا، الجسم عنده كمان خطوط اتصال احتياطية زي طرق سريعة موازية عشان يضمن إن الرسالة توصل دايماً. الأنظمة الإضافية دي بتشتغل مع بعض عشان تدعم العملية كلها، وده اللي بيخلي النظام قوي وفعال جداً. وهنا بقى قصة الإيبو بتاخد منحنى درامي. نفس الهرمون اللي بينقذ حياتنا جوه أجسامنا بقاله وجهين في عالمنا الخارجي، وجه البطل في الطب ووجه الشرير في عالم الرياضة. على جانب عندنا الإيبو المصنع كدواء، وده عمل ثورة بكل معنى الكلمة. قبل ما يظهر، مرضى الفشل الكلوي كانوا بيعانوا من عمليات نقل دم مستمرة ومتعبة جدا. الإيبو غير حياتهم تماما. وعلى الجانب التاني بنشوف نفس المادة دي بتستخدم بشكل غير قانوني كمنشط عشان تزود قدرة الدم على حمل الأكسجين بشكل صناعي وتدي الرياضيين قدرة تحمل خارقة. وده بيورينا ذكاء العلم. العلماء اتعلموا ازاي يعدلوا في الغلاف السكري بتاع الإيبو. الجيل الأول كان مجرد نسخة، لكن الجيل الثاني زي الدربي بويتين ألفا تم تحسينه بسلاسل سكرية زيادة. الإضافة البسيطة دي بتخليه يفضل في الجسم مدة أطول، وده معناه إن المرضى بيحتاجوا حقن أقل، وده بيأكد مرة تانية إن الغلاف ده هو مفتاح القوة كله. طيب، بعد الرحلة دي في عالم الإيبو من أول تركيبه الجزيئي لحد دوره المزدوج في مجتمعنا، خلونا نلخص أهم النقط ونطرح سؤال أخير للتفكير. إذن اللي لازم نفتكره هو إن الإيبو هو القائد اللي بينظم الأكسجين في دمنا. قوته الحقيقية في غلافه السكري، وهو سلاح له حدين، ممكن يستخدم في الشفاء وممكن يستخدم في الغش. دي هي القصة الأساسية للهرمون المدهش ده.
وده بيسيبنا قدام سؤال كبير. قصة الإيبو بتخلي الخط الفاصل بين العلاج والتحسين مش واضح. يا ترى إيه هو الحد؟ هل الهدف هو بس إننا نرجع للوظائف الطبيعية للجسم، ولا إننا نحاول نتجاوز حدودنا البشرية؟ سؤال فعلا يستحق التفكير.